السلام عليكم، وازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد ياسر من قناه مويا استوديو. طبعا قبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. في الغالب ان شاء الله الحلقه دي هتنزل بعد اول يوم رمضان، لانها بصورها ليله اول يوم رمضان. الحلقه بسيطه جدا وخفيفه، هتكون عن حكايه لعبه ما فيهاش تفاصيل كتير، واللعبه خفيفه تنفع تلعبها في رمضان، وفي نفس الوقت قصتها مش معقدة، بس في نفس الوقت فيها بعد نفسي قوي جدا. اللعبة دي ما فيهاش حوارات، ما فيهاش قصة واضحة، وكمان ما فيهاش ألوان ينفع، ومع ذلك هتفضل تجربة تستحق جدا ان انت تجربها وتلعبها. ايه هي اللعبة اللي بتمتاز بكل الكلام ده؟ هي لعبة انسايد. دي لعبة ملهاش لا شرح ولا توتوريال ولا حتى البطل ليه اسم علشان ما يربطكش بيه عاطفيا، ولكن احداث اللعبة هتربطك بيه كويس جدا عاطفيا، لانه بيمر بسلسلة من الاحداث اللي ليها واقع قوي جدا نفسي. هيوصل معاك ان انت تبقى عارف دوافعه وهو بيعمل ايه وعايز يوصل لايه، وفي نفس الوقت اللي بيحصل حواليه ده بيحصل ليه. فاللعبة شكلها بسيط جدا. فمبدئيا كده هتلاقي ولد بيهرب من ايه؟ معرفش، من ناس، ممكن من نظام في الغالب. يعني انت بتحس في كل ما بتروح في حته من الاحداث ان انت متراقب، وده بيبان جدا في كل حاجه بتحصل حواليك، من كلاب بتجري وراك، من حاجه بتراقبك ولو انت اتشافت بتموت، من حاجه بتحاول تخطفك، وهكذا وهكذا وهكذا. مبدئيا هنتكلم عن الارت دايركشن بتاع اللعبه دي. هو انهم قرروا يجردوا اللعبه تماما من الالوان، وقللوا التشبع اللوني بتاع الالوان لاقصى درجه. انت كل اللي انت تبقى شايفه ابيض واسود، جراي يعني كده، وحاجات ابيض واسود تونات، وممكن تشوف اللون الأحمر في أوقات معينة اللي هي في الغالب بيبقى في خطر مثلا، أو التيشيرت بتاع الولد لونه أحمر علشان عينك تفضل عليه أو يبقى تركيزك عليه كده. بعد كده هنروح على الكاميرا، لأن أنت بتلاقي إن اللعبة بتقدم لك الكاميرا إن هي بتراقب الولد عن طريق إن هي دايما هتلاقيها بتتبع الولد أو بتتبع بطل اللعبة، مش ثابتة عليه. طبعا ده بيبان في إن أنت وأنت بتتحرك يمين وشمال، لأن اللعبة معمولة بمنظور 2D مع ان هي معمولة 3D، ولكن عاملينها 2D عشان يدوا تجربة مميزة للعبة. بيبان جدا بطء الكاميرا والحيوية التقيلة بتاعتها، تحسسك ان في حد فعلا بيراقب الولد مش متثبتها عليه. فنان كده من ناحية اليو اي ديزاين. اللعبة ملهاش HUD، اللعبة ملهاش UI صريح، ولا حتى بيكون في توتوريال ولا حاجات بوب ابس بتطلع تقول لك اعمل كذا ولا سوي كذا. انت كل حاجه بتكتشفها لوحدك. ده بيخلق نوع من الغموض، وبيعمل لك الغاز انت بتقدر تحلها على مدار اللعبه. حتى ميكانيزم اللعبه بتحس ان في شيء من الواقعيه، ان انت بتلاقي نفسك حاسس بوزن بطل اللعبه، من حيث ان هو بيجري او هو بيتسحب او بيزق حاجه او بيشد حاجه، او حتى لما يبقى جوه حاجة معينة كده وبيبقى تقيل جدا، مش عارف تبقى مستقر في المشي بيه ولا عارف تسيطر عليه بشكل كامل. وده اللي بيظهر في نهاية اللعبة، ان انت بتلاقي اللاعب بتاعك بيندمج جوه كيان غريب او جوه حاجة كده، كريتشر مشوهة او كائن مشوه، انت مش عارف تسيطر عليه قوي، وبيحاول يهرب من حاجة انت مش فاهم بيهرب من ايه، ولكن مع المحاولات الكتير بيقدر ان هو يكسر كذا مانع قدامه وبيقدر يهرب، وساعتها بتلاقي اللعبة بتخلص. خد بالك، في طبعا نهاية تانية، دي نهاية سرية. تلاقي انه بطريقة معينة بتقدر ان انت تهرب من اللعبة بشخصيتك، وبتقدر ان انت تخرج من كل العالم ده، وان انت تبقى قادر تسيطر على نفسك، بتبقى بره العالم يعني outside مش انسايد، اللي هي فكرة اللعبة ان انت جوه سيستم او جوه حاجة بتسيطر عليك. فتقريبا كده اللعبة دي معمولة علشان تتكلم عن فقدان الارادة والحاجات اللي بتتحكم فيك واللي بتتحكم في قراراتك ومصيرك. لعبة جميلة مميزة جدا. احب جدا ان انت تقول لي في الكومنتس تحت لو انت جربتها، ولو ما جربتهاش تحب تجربها ولا لا، لان هي فعلا جميلة وتستحق التجربة. طبعا الحلقة صغيرة انا عارف، وحابب جدا ان هي تكون صغيرة وخفيفة كده علشان ندخل رمضان ان شاء الله. احاول ان رمضان يبقى طبعا مركزين جدا في حق ربنا، ولكن نعمل كده مع بعض فيديوهات عن ألعاب ممكن تلعبها في رمضان من غير ما تكون صعبة عليك ولا تقيلة ولا محتاجة تركيز قوي. وطبعا في نهاية حلقتنا لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.